منهارة ومصدومة، وده بعد قرار المحامي بتاعها. ايه اللي حصل لمروة بنت مبارك وايه اللي عمله المحامي؟ خلينا في البداية نقول لكم ان المتخصصين في القانون بيأكدوا ان مروة اللي بتقول انها بنت مبارك وإيمان الطوخي هتتحبس 3 سنين اقل حاجة، وده بتهمة السب والتشهير بوفاء عامر وكمان نشر اخبار كاذبة. مش كده بس، ده الكلام وصل لمروة وانهارت لما عرفت، بس صدمتها الأكبر كانت لما المحامي هاني عوض قرر ينسحب من القضية. وقتها حست ان الدنيا سودت في وشها. ناس قالت انه انسحب لان مش معها اي دليل على كلامها، سواء في تجارة الاعضاء او في كلامها على مبارك، لكن المحامي خرج وقال انه تعرض لضغوط من الرأي العام، وناس اتهمته انه اخوان، وناس تانية اتهمته اتهامات تانية خطيرة، وقال انه هيتابع القضية من بعيد، وانه كان بيدافع عن مروة بدون ما ياخد